ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني جدا جدا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. لو اول مرة تشوفوني، انا ياسمين ودي قناتي. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك، تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم اشعار بكل فيديوهاتي. وما تنسيش الكومنت القمر اللي بيفرح قلبي وبيخليني كده اتشجع واعمل فيديوهات حلوة كتير باذن الله. يلا بقى مش هطول عليكم، يلا نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. يلا بينا نبدأ الفيديو ونقول بسم الله. تعالوا بقى بينا نبدأ من الشهر ده بإذن الله خطة للتحويش. طيب يا ياسمين، هحوش ازاي؟ انا بقالي كتير بحاول احوش وبرجع ايدي تتمد على الفلوس تاني ومش عارفه ايه. لا، النهارده باذن الله هحط لك كده اساسيات ومبادئ وخطه هنمشي عليها كلنا باذن الله. مهما كانت ميزانيتك هتحوشي باذن الله، يعني هتحوشي. طيب هنعمل ايه؟ اول حاجه، اول ما تيجي تقبضي المرتب على طول من غير تفكير زي ما اتفقنا في كل الفيديوهات، لازم نشيل 10% من المرتب. ايا كان بقى المرتب 3000 2000 5 10، هنشيل 10% دي ونحطها على جنب في ظرف، والظرف ده بيكون بند التوفير. تمام. هنيجي بعد كده على باقي المرتب. في خطة حلوة قوي قوي وذكية ممكن تستخدميها معايا عشان توفري. خطة ال5 أسابيع. يعني إيه يا ياسمين؟ هو الشهر يا بنات فيه كام أسبوع؟ مش 4 أسابيع؟ لا، إحنا هنقسم المرتب على 5 أسابيع، كأن شهرك 5 أسابيع. تيجي إزاي دي يا ياسمين؟ هتجيبي المرتب، هتجيبي 5 أظرف. تمام. هتكتبي على كل ظرف رقم 1 2 3 4 5، وهتجيبي المرتب وهتقسمي المرتب بالتساوي على 5 أظرف. تمام. وليكن كل ظرف فيه المبلغ الفلاني، مثلا 500 جنيه 400 جنيه 1000 جنيه، ايا كان اللي في الظرف ده هو اللي هيبقى معاكي لمدة 5 أسابيع، مش لمدة 4 أسابيع. بعد كده هتجيبي الورقة والقلم. تمام. هنشوف بقى اولوياتنا ايه. هنجيب لحمه وفراخ ايه، ده اهم حاجه. هنجيب خزين ايه للاسبوع؟ هنجيب مثلا رز على قد الاسبوع، مكرونه على قد الاسبوع، عدس على قد الاسبوع، خضار بسيط كده على قد الاسبوع. ومثلا يعني حته اللحمه مثلا ب 200 جنيه مثلا فراخ او بانيه. المهم هنقسم المرتب ال 500 جنيه او ال 400 جنيه بتاعت كل اسبوع دي على الاساسيات، البنود الاساسيه. طب ايه هي البنود الاساسيه يا ياسمين؟ انت توهتينا يا ياسمين. اولا البند الاولاني اللحوم والاسماك والفراخ، تاني حاجه الخزين، تالت حاجه الفطار والعشاء، رابع حاجه الفواكه والخضروات، وخامس حاجه المنظفات. طالما هتمشي بالترتيب ده هترتاحي جدا جدا، وهتجيبي بقى ورقه وقلم. خلاص، طالما انت هتوفري لازم الورقه والقلم دول يكون سلاحك في التوفير. كل حاجه هتشتريها هتأيديها. جبت كيلو رز مثلا، سعر الرز النهارده 25 جنيه، كيلو رز 25 جنيه. جبت مثلا كيلو بطاطس، سعر البطاطس مثلا 10 جنيه، كيلو بطاطس 10 جنيه. مثلا جبت ازازه زيت مثلا ب50 جنيه زيت. جبت مثلا لحمه او مثلا نص كيلو مفروم او اي حاجه مثلا ب150 جنيه، ب150 جنيه مفروم. جبت توابل مثلا ب30 جنيه او ب25 جنيه، وهكذا. هنبتدي نقسم المرتب بالطريقه دي طريقه سهله قوي للناس اللي ما بتقدرش تحوش بالشهر. تقسم مصروف بيتها بالاسبوع، كل اسبوع هتحطي مبلغ في ظرف، الظرف ده يتفتح وباقي الاظرف نخفيهم تماما، نوديهم في مكان بعيد عن ايدنا. بالتالي يا بنات هيبقى معانا فلوس فايضة. ليه؟ عشان احنا قسمنا الشهر على 5 أسابيع مش على 4. اصبح الاسبوع الخامس ده هو ده بقى اسبوع التوفير اللي احنا هنضيفه على 10% اللي احنا حطيناها. بالتالي كده هيكون معاكي مبلغ محترم. المبلغ ده تقدري تجيبي دهب، الدهب بيتجاب من اول 300 جنيه. تقدري مثلا تجيبي اي حاجة ناقصاتك في البيت. لو انت مثلا ناقصك نفسك مثلا تغيري الستاير، نفسك تجيبي مثلا مشاية، نفسك تجيبي حاجة في جهاز بنتك، نفسك تحوشيهم وتشيليهم على جنب لأي ظروف، هيبقى معاكي مبلغ متوفر في البيت، ولا هتحتاجي بقى تشتغلي ولا هتحتاجي تعملي اي حاجة.
طب يا ياسمين الفلوس دي ممكن استثمرها؟ ممكن تستثمريها يا حبيبه قلبي في حاجات كتير قوي، زي ما انا قلت لكم في فيديو يعني انا كنت عاملاه عن مشاريع صغيره تقدري تعمليها من البيت. وفي بنوته قمر قالت لي على مشروع حلو قوي، تقدري تجيبي مثلا مكنه خياطه بالقسط، تمام، وتخيطي في البيت. تعملي مثلا فساتين، تصلحي لاي حد حاجه، حد مثلا عايز يقصر، حد عايز يضيق، حد عايز يقص حاجه، حد مثلا عايز مثلا يعمل فستان، اي حاجه. فانت تعلمي الخياطه جميله قوي يا بنات. يعني عايزه اقول لكم من الحاجات اللي انا بحبها قوي، وكانت يعني كانت موهبه عندي وانا صغيره. كنت بحب اخيط كل حاجه على ايدي، وبحب اخيط الحاجه نفس خياطه المكنه بالظبط. كان بابايا الله يرحمه كان مدرس، وكان غاوي الخياطه وغاوي الشغل على المكنه وكده. كان مثلا اي حاجه من هدومنا ما كانش بيودي هدومنا بقى للترزي يصلحها، كان هو عنده مكنه كان جايبها من الكويت. وبعدين المكنه دي سنجل القديمه، عارفينها السودا التقيله دي، وكان بيخيط عليها كل حاجه يا بنات. فعايزه اقول لكم الخياطه حلوه قوي وبتكسب، ما فيش حد يقول لكم ما بتكسبش، لا بتكسب. اعملي مشروع وخيطي ملايات وبيعيها، اعملي مثلا دريسات وبيعيها، اعملي هدوم اطفال وبيعيها. لو انت شاطره في فساتين السواريهات والكلام ده والتطريز، فصلي الفستان دريس وطرزيه وبيعيه، كل ده بيكسب. فعايزه اقول لكم خطه ال5 اسابيع دي من الخطط الممتازه يا بنات، هتوفري كتير. هتقولي يا ياسمين ايه الحاجات الاساسيه اللي انا هجيبها في بيتي، وايه الحاجات اللي اقدر استغنى عنها؟ بصوا حبايب قلبي، الحاجات الاساسيه اللحوم لازم نجيبها في بيوتنا، خصصي مبلغ صغير من اللحوم كل اسبوع. الفواكه والخضروات دي اساسيه عشان ولادنا ياكلوا. اللهم صل على النبي، المنظفات اساسيه، وقلت لكم ازاي تقتصدوا في المنظفات. انت بتشتري المنظفات السايبه من عند المحل بتاع المنظفات، ما بجيبش انا حاجه شركات ابدا، كل حاجه سايبه، ودي بيوفر لك كتير جدا جدا. اللهم صل على النبي. التوابل قلت لكم يا بنات التوابل هنوفر ازاي، ان احنا هنجيب ب10 جنيه فلفل اسود حصى، ب10 جنيه كمون حصى، وب5 جنيه كزبره حصى، وكيس ملح كبير، ونشوحهم كده على النار كده هاديه، ونطحنهم ونحطهم في علبه، هيكفيك الشهر كله. كل البنود دي يا بنات بتوفر جدا. حاجه كمان، ايه الحاجات اللي بتهلك في المصروف بتاعنا؟ الحاجات دي الخروجات، الفسح. في ناس كده غاويين مثلا ان هم يجيبوا اكل من بره، يخرجوا يشتروا اكل من بره. انا ما بقولكيش ما تخرجيش، لا اخرجي وتبصي وتفسحي وروحي كل مكان انت عايزاه، بس في اماكن نقدر نتفسح ونغير جو فيها، وفي نفس الوقت ما نصرفش فيها فلوس خالص. زي الحدائق العامه، تقدري تعملي مثلا غدا في البيت، سندوتشات او غدا في البيت، مثلا صينيه مكرونه بشاميل وتقطعيها وتحطيها في علب، رز مبهر على مثلا شاورما من فوق، وتاخديه معاكي في علبه، وتاخدي معاكي عصير من البيت، هاتي اي نوع فاكهه واعملي عصير، وخدي كوره واطلعي العبي مع الولاد وشموا هوا والعبوا بالكوره وكلوا وتمرجحوا. دي خروجه مش هتكلفك كتير، هو يا دوبك بس حق المواصلات لو المكان بعيد، وشكرا على كده. فدايما الاكل والشرب من بره يا بنات، طواجن الكشري اللي بتتجاب من بره، الكريب، سندوتشات الشاورما، كل ده. طب يا ياسمين احنا هنحرم نفسنا؟ بيجي علينا وقت بقى نفسنا نعمل الحاجات دي. بصي يا حبيبه قلبي، والله العظيم الحاجات دي بتتعمل في البيت اوفر وانضف واحسن بكتير من بره. انت لا تضمني الايد اللي عملت الحاجه دي نظيفه ولا لا، ولا تضمني الفراخ اللي عملوها دي مغسوله كويس ولا لا، وممكن تكون فراخ مثلا منتهيه الصلاحيه او لحوم منتهيه الصلاحيه وانت بتاكليها. والحاجات دي بتعمل مرض اسمه سالمونيلا، او مش عارفه، يا رب اكون قلت المرض صح. ده مرض بيعمل تسمم، تمام، ده التسمم الغذائي، وساعات بيؤدي للوفاه. فليه نعرض اولادنا للامراض؟ وخصوصا ان كمان الاطفال اليومين دول كلهم دايما تلاقي وشهم مصفر ومليان شحوب، وبياكلوا وما بيحسوش بالشبع، وتيجي تكشفي على الطفل وتعملي له تحاليل تتفاجئ انه عنده الجرثومه. جرثومه المعده دي بتاكل في جدار المعده، يعني حاجه جوه معدته بتتغذى على الاكل اللي بياكله، فالولد ما بيستفدش وتلاقيه دايما جعان ودايما مصفر. فليه نعمل في ولادنا كده؟ ما ماله اكل البيت. انت ضامنه الطماطم اللي هم بره عاملين بيها صلصه الكشري دي بواقي طماطم مفعصه ولا مدوده ولا وحشه؟ لا، كل حاجه نعملها في البيت. فمن ضمن الحاجات اللي بتهلك الميزانيه الاكل والشرب بره البيت، والفسح اللي بنشتري فيها حاجات من بره. طيب انا دلوقتي خارجه عايزه اشتري حاجات اساسيه للبيت، مثلا ما اخدش معايا فلوس زياده، ويبتدي بقى البياع ده يقول لي تعالي خدي الحاجه دي، وده يغريني ويقول لي هاخدي الحاجه دي، وده يقول لي تعالي خدي الحاجه دي، والاقي نفسي مروحه في البيت معيش فلوس،
والدنيا مأزمة معايا وجيت على حساب حاجة، يعني مثلا اروح اجيب خضار قد كده وما لاقيش اجيب مثلا رز، ما لاقيش اجيب مثلا فراخ، ما لاقيش اجيب مثلا توابل، ما لاقيش اجيب كيس صابون، ما لاقيش اجيب كيس ملح. ليه؟ لان انا ضيعت الفلوس. لا، انا قبل ما انزل اجيب ورقة وقلم، انا محتاجة خضار 1 2 3، انا محتاجة رز 1 2 3، انا محتاجة سكر، محتاجة زيت، محتاجة مثلا فراخ او لحمة، واكتبهم. وافتح دولاب المطبخ او دولاب الخزين، اشوف انا عندي ايه وازود عليه، يعني حاجات بسيطة. عندي كيس رز وانا استهلاكي كيسين، اروح اشتري كيس عليه، مش اشتري كيسين. عندي مثلا نص ازازة زيت، لا خلاص اجيب مثلا من عند بتاع الزيت السايب او السمنة السايبة، اجيب نص كيلو زيت. عندي مثلا خضار في الفريزر، اشوف ايه اللي عندي وممكن ازود صنف خضار عليه، وهكذا. لكن شغل ان انا ايه اقعد ارمي 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 واجي في الاخر اقول مش لاقيه فلوس احوشها، مش لاقيه فلوس اوفرها، ما ده عشان احنا بنجيب حاجات فوق احتياجاتنا، فوق استخدامنا. الناس اللي بره في الدول الاوروبيه يعني ناس متقدمين عننا في حته دي بس، يعني متقدمين عننا في الحته دي بس، حته ان هم بيخشوا السوبر ماركت بيشتروا الحاجه بالقطعه، بيشتروا مزايا، تفاحية، برتقانايه، بيشتروا الحاجه على قد استهلاكهم. انا استهلاكي قطعه، مثلا بحب اكل قطعتين بيتزا مثلا، بيشتروا قطعتين، ما بيشتروش البيتزا كامله. انا مثلا بقى عايزه اكل تفاحه، بخش اشتري تفاحه، نفسي في موزايه اخش اشتري موزايه، وهكذا. عشان كده تلاقي دايما الناس دي معاها فلوس، الناس دي عماله تبني وتستثمر ويبقى معاها، والكلام ده منين؟ ان هم عارفين يقتصدوا في استخداماتهم. وحاجه كمان عندهم كمان الحاجات اللي احنا بنرميها في الباسكت، البلاستيكات والكلام ده، ثروة عندهم. بيعملوا ايه؟ بيجيبوا 3 شنط، شنطة للبلاستيكات، وشنطة للحاجات اللي هي مثلا الكنز والكان والحاجات اللي بتبقى علب التونة والكلام ده، والشنطة التالتة بيتحط فيها بواقي الأكل، يعني بواقي الأغذية، وبتحطيهم في الباسكت. الحاجات دي بقى بتتاخد وبيتعمل عليها ريسايكل، فبالتالي بنحافظ على البيئة. فعايزه اقول لكم احنا مسلمين ومتقدمين واحسن منهم بكتير، نقدر احنا ان احنا نعمل احسن منهم، مش زيهم لا والله، واحسن منهم لو مشينا صح. فدايما نقتصد. والله والله العظيم يا بنات، صدق ربنا سبحانه وتعالى لما قال ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين. يعني اللي بيبذر كده وبيرمي فلوس هنا وهنا من غير حساب، ده يعني استغفر الله العظيم يا رب، هيبقى اخ للشيطان، لان الشيطان هو اللي بيعمل كده. لا، احنا نقتصد. اول ما ناخد المرتب نطلع 10%، وبعد كده نطلع الصدقة بتاعتنا اللي بتبارك في المرتب بتاعنا وتبارك في بيوتنا، وبعد كده نشوف بقى نقسم المرتب على 5 أقسام، 5 أسابيع. بالتالي هتلاقي عندك ما شاء الله فلوس تقدري تشتري بيها ذهب. انا مش هبطل كلام عن الذهب، لان الذهب هو الاستثمار الصح لفلوسك، هو الطريقة الصح اللي تقدري تحوشي بيها فلوسك، ويبقى معاكي فلوس ما شاء الله ما تتعدش بإذن الله. صلوا على الحبيب عشان قلوبكم تطيب. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو ولو بمعلومة صغيرة. اشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي في ميزانية 2000 جنيه. انتظروني واشوفكم على خير. مع السلامة.